اسمع لقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. اسمع شيئا عجبا، اسمع. فإنما هو دين واحد، فما نزل على نبي الله موسى ونبي الله عيسى ونبي الله إبراهيم فهذه شرائع وليست أديان. فنبي الله موسى دينه الإسلام وشريعته التوراة، ونبي الله عيسى دينه الإسلام وشريعته الإنجيل، ونبي الله إبراهيم دينه الإسلام وشريعته الحنيفية. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فدينه الإسلام وشريعته الإسلام، وهنا اتحد الدين مع الشريعة. ما خلصنا. بالله عليكم اسمعوا للأخير، اسمع للأخير. الله أكبر. لا بعد إذنك كده امسك كده. بتمنى كل مسيحي وكل يهودي وكل مسلم وكل الدنيا يشوف. اسمع. أن الدين عند الله الإسلام. قال الله حكاية عن نبيه نوح لما قال: وأمرت أن أكون من المسلمين. نبي الله إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نبي الله يعقوب: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نبي الله يوسف: أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الله يرضى عليك. نبي الله سليمان: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. نبي الله موسى قال الله حكاية عنه لما قال لقومه: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نبي الله عيسى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الجن المسلم وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أما سيد الخلق وحبيب الحق فأنزل الله عليه قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهو دين واحد. عمره 13 سنة يا جماعة. اسمك ايه؟ عبد السلام محمد. عبد السلام. الله يرضى عليك. انت احسن من خطبة الجمعة. حبيبي ربنا الله اكبر عليك. اسمع، هو خطيب من ايمت؟ تخطب بالناس. انا استنى خطيب جمعة من وانا عندي 9 سنين. الله يرضى عليك. من وانت عندك 9 سنين. يعني بما ان الناس دي كلها بتتفرج علينا انا عايز هذا الجزء الثاني له الوحش. رسالة اسمعوا. للشباب. عايز رسالة كده منك ليهم. اسمع. أحمدك ربي علمتني كيف أحمد، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد يا شباب المسلمين ويا بنات المسلمين، استحوا من الله، استحوا من الله، فلما جعلتم الله أهون الناظرين إليكم. فالله هو الذي تغلق الأبواب على نفسك لكي تعصيه، فيرسل لك الهواء من ثقب الباب لكي تتنفس. إنه الله وبنا غفور رحيم. فلما لا تستحوا من الله لما جعلته أهون الناظرين إليك. إنه الله. استحي من الله. وعندما يبدأ الإنسان بالمعصية في الخلوة، حينما يكون منفردا ومنعزلا عن الناس حيث لا يراه أحد إلا الله، فيخشى من الناس ولا يخشى من رب الناس. أتجرأت على ربك بالفواحش والمعاصي؟ تجرأت على ربك بالزنا؟ تجرأت على ربك بشرب الخمر؟ تجرأت على ربك بعري امرأتك؟ أتجرأت على ربك بكل هذا؟ ووالله أتحدى أي إنسان على وجه الأرض أن يدخل بيت أمير أو وزير ثم يفكر مجرد تفكير، ثم يفكر أن ينتهك حرمة هذا الوزير أو الأمير، والله لا تحدث أبدا. فلما انتهاك حرمات ملك الملك وملك الملوك مع أنك عبد مملوك؟ لما انتهاك حرمات الله في السر والعلن؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات
أمثال جبال تهامة بيضاء. ماذا يفعل الله معهم؟ قال النبي: فيجعلها الله هباء منثورا. قال أحد الصحابة: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا ألا نكون منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ثم ينتقل الإنسان بالمعصية من الخلوة إلى الجهر بها والعلن أمام الناس، فيزني بزوجة جاره ويزني بزوجة صاحبه، والملك يسترها ويستره، فيتمادى في ذنبه ويفعل الذنب بعد الذنب، ويظن أن ذنبه هين ولكن ذنبه كبير. واليوم انتشرت المعاصي على ما تسمى بمواقع التواصل الاجتماعي، بل إنها مواقع الشبكة العنكبوتية، مما ينتشر عليها من معاصي ومما ينتشر عليها من نساء تظهر أجسادها، والبنات التيك توك. فكل هذا لا يرضي ربنا تبارك وتعالى، وكل هذا منتشر على ما يسمى بالهاتف المحمول، ولكن اسمه الحقيقي الشيطان المحمول، الذي يحول العباد إلى فجار إلا ما رحم العزيز الغفار. فإذا كنت في نعمة فرعها، فإن الذنوب تزيل النعم، وصنها بتقوى الله، فإن الإله سريع النقم. وأذكركم ونفسي بقول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بالله انا الله مش لاقي أكبر. رد الكلام ده انت قدوه ومثل لكل الشباب اللي واقفه دي، اقسم بالله. لا انت قدوه ليا، ولا 13 سنه بس انا اقتدي بيك، وكل الناس اللي واقفه دي تقتدي بيك. ربنا يبارك بارك فيك. الله أنا ممكن فيكم. بس انا اخدك في حضني حبيب قلبي، وبوس على راسك. انت تستحق كنوز الدنيا كلها، والله العظيم ما الفلوس بس. لا دي خلاص، دي جايزه. انا اسمع رب ايه؟ ما باخدش فلوس على اي حاجه لله يا عمي ربنا يبارك فيك. ما اقدرش اخد فلوس، معلش. ربنا يا عم يبارك فيه. ايه والله ما اقدرش، معلش. خلاص يعني انا بصراحه دي يا ربنا يسعدكم يا حبيبي، رب، ربنا يبارك ويخليك لاهلك، لان انت يا رب. مثال كبير جدا جدا حبيبي، للناس. يا رب. ربنا يحفظك حبيبي، حبيبي. ربنا انا يبارك اسف. فيك. حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام.